اوعي تشتري الكشري من بره تاني، معايا هتعرفي ازاي تعملي الكشري في البيت ويكون اطعم واحلى من اللي بتشتريه بره من المحلات. تعالي بقى لما اقولك كده وانتي بتتفرجي على الكشري الجميل ده انا ازاي عملته. اول حاجه عملتها جبت البصل، نص كيلو بصل قطعته جوانح اللي هي الشرايح، ورشيت عليه معلقتين نشا وقلبتهم كويس. جبت حله حطيت فيها 3 معالق كبار زيت، واول ما الزيت سخن نزلت بالبصل وحمرته وطلع مقرمش وذهبي زي ما انت شايفاه كده. تاني حاجه خلاص خلصت القلي البصل، حطيت 4 كوبايات ميه في الحله، واول ما الميه غليت كنت غاسله العدس ابو جبه، رحت حطاه غلي غلوتين بس ورحت طافيه النار عليه. غسلت الرز وبعدين رجعت تاني ولعت النار على الميه اللي فيها عدس بجبه وحطيت الرز مع العدس وحمرت ربع كيلو شعريه وحطيته معاهم، قلبت التلاتة مع بعض، وطيت النار. اول ما تشرب طلع مفلفل وطلع رائع. ادي اول حاجه خلصنا منها الرز والشعريه. تمام. المكرونه بقى سلقتها، ما خليتهاش تستوي قوي، يعني اسلقيها تكون كده بنسبه 85% علشان ما تبقاش معجنه. تمام. صفيها في المصفى وتصفي ميتها خالص. هاتي معلقتين زيت وحطيهم في حله مع حته تومه صغيره، وحمري التومه خليها تبقى ذهبي قبل الذهبي كده، وحطي المكرونه وقلبيها كويس ورشي رشه ملح وغطيها وسيبيها. الحمص طبعا بتكوني نقعاه من بالليل للصبح، اغسليه وحطيه على النار وعصري عليه ليمون وحطي عليه كمون وليمون وخل وخليه يستوي. النار ولعي عليه النار، واول ما يستوي اطفي عليه النار واوعي يتعجن منك. الدقه 3 فصوص توم دقيهم وحطي عليهم نص معلقه كمون ناعم، وحطي عليهم خل وليمون وميه وحطيهم في ازازه زي ما انا عامله كده، هوريها لك دلوقتي اهي. دي ازازه الدقه طالعه تحفه زيها زي اللي بتحطيها بره. اما الصلصه بقى 10 فصوص توم صغيرين دقيهم وانزلي في حله صغيره مع 3 معالق كبار زيت. اول ما يبقى لونهم قبل الذهبي، برضو قبل ما يبقى لونهم ذهبي كده، اطفي التوم بمعلقتين خل وحطي كمون، وبعد كده انزلي بالطماطم المعصوره المتصفيه تغلي معاكي كويس بالهنا والشفا. اول ما الصلصه تتسبك ويبقى على وشها الزيت كده يبقى خلاص كده تمام وبالهنا والشفا. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش اعاده نشر للفيديو، وما تنسيش لايك، ولو مش مشتركة عندي في القناة اشتركي عندي في القناة علشان خاطر تشوفي كل جديد وتشوفي الحاجات الحلوة دي. والبصل المقرمش الجميل بتاع الكشري ده اللي عامل زي بصي زي البسكوت.